السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أم عمر في المطبخ. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم حمص الشام أو الحلبسة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، بس الطعم حكاية أحلى من اللي بتشتروه من على العربيات كمان. كفاية إن انتي حاجة عاملاها في البيت نظيفة وضامنة جودتها، وبربع كيلو ما شاء الله هتعملي كمية تكفي الأسرة كلها. يلا نسمي بالله، بس تابعي معايا الفيديو للاخر وما تنسيش تحط اللايك. انا هنا جبت معايا ربع كيلو من الحمص. ده نقعته، يعني حطيته من الصبح كده وعملته بالليل. انت ممكن تجيبيه قبليها بساعتين باربع ساعات، بس في الوقت ده هتحطي له ميه دافيه، يعني غيري له ميه دافيه كل شويه. نقعته بالشكل ده. في الاول طبعا بنقيه عشان لو فيه اي زلطه اي طوبه اي حاجه كده، وبعد كده بنغسله كويس. وحطيته حطيت له الميه بالشكل ده، وكل يعني كل ساعه كده بغير له الميه. غطيته بقى وسيبته لغايه ما جيت اعمله بقى. شطفت كويس طبعا من الميه اللي كانت فيه، وحطيته في الحله على البوتاجاز اهو بقى بالشكل ده. الحبايه طبعا بتزيد، وحطيت له ميه مغليه علشان بس يسرع معايا في الغليان على طول. هنا هنلاقي الميه دلوقتي عملت ريم بالشكل ده. احنا طبعا عايزين المية بتاعته تكون رايقة كده ونضيفة، فهنشيله من المية اللي هو فيه ده، وهنغير له المية بتاعته ونحط له مية نضيفة. بس في الاول هنشطفه طبعا تحت الحنفية، ونغسل الحلة ونرجعه فيها تاني بالشكل ده. هنا حطيت المية دي كانت خلاص قربت تغلي فحطيتها. نجيب بقى المنكهات بتاعته. طماطمايه ضربتها في الكبة، ودي بصلايه صغيره كده بشرتها على المبشره. انت ممكن كل ده الطماطم والبصل والثوم، ودي معلقه صغيره كده من الثوم او فصين من الثوم. ممكن تضربيهم في الخلاط، البصل مع الثوم مع الطماطم. هنا بعد ما غلى معايا كان خلاص قرب يستوي، لقيت الميه يعني الميه لونها فاتح، فانا عايزه اعزز اللون شويه. جبت معلقه صلصه حطيتها. انت لو عندك الطماطم حمرا قوي ولقيت اللون كويس، ممكن تستغني خالص عن خطوة الصلصة دي. هنا المية بقت يعني كويسة معايا بالشكل ده. نحط بقى الملح بنحطه اخر حاجة. نظبط الملح بتاعه، ونحط بقى الكمون ده يعني تحطيه وتكوني هتطفي النار خلاص، علشان الكمون لو قعد كتير على النار هيمرر معاكي. نحط يعني نص معلقة صغيرة كده من الكمون، كمون طبعا مطحون. وكده خلاص هو استوى معايا. نشوف بقى ايه هنعمل ايه تاني. انا طفيت عليه النار اهو. وهنا بقى في الكوبايات اللي هتقدمي فيها الشطة دي بقى انا بحطها في الكوبايات، يعني ما بحطش الشطة في الحلة، لان لو في اطفال معاكي او في حد ما بيحبش الشطة، فخلي الشطة احسن في الكوبايات. حطيت هنا الشطة في يعني ربع معلقة كده او على طرف المعلقة في الكوبايات. وحطيت في كل كوباية نص ليمونة، تحوش البذر بتاعها وتعصريها بالشكل ده كده. بقى معانا الشطة والليمون في الكوباية. نصب بقى الحمص بتاعنا. جميل جدا، بيدفي في الشتاء وحلو قوي. يعني الشطة دي بالذات مع المية السخنة بتاع الحمص بتدفي، يعني تشربي الكوباية كده لو سقعانة تحس ان انتي خلاص دفيتي، بتديكي طاقة. ويا ريت بقى لو وصلتي معايا في الفيديو لغاية هنا ما تنسنيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس وتدوسي على كلمة الكل علشان يوصلك كل جديد بإذن الله. كده بقى جاهز معانا. نحط له بقى ايه، نزينه بشرايح الليمون، ونجيب طبعا الشاليمو، ويبقى الشاليمو في الكوباية كده ومعاها المعلقة. تشربي المية بالشاليمو وتاكلي الحمصية بالمعلقة. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب ينال اعجابكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.